تعالى اقول لكم على طريقتي في الرز المعمر. طبعا معمر حاجه هتعرفوها في الوصفه، جميل جدا وبيبقى ريحته في منتهى الروعه. غير طبعا بس طبعا عشان الرز المعمر تعمليه كويس وطعمه بيبقى حلو زي الفلاحي بالظبط، طعم الفلاحي بتاع الفلاحين اللي بيعملوه على اصوله، لازم نوع سمنه حلو. طبعا من فتره، من حوالي 4 شهور تقريبا، نزلت بوست كان بسأل فيه عن نوع سمنه يكون موفر شويه وكمان طعمه حلو. فكتير قوي في تعليقات رشحوا لي سمنه الجزيره. سمنه الجزيره طبعا جبتها ومن استعملتها خلال ال3 شهور دول. سمنه عايزه اقول لكم بصراحه كويسه جدا وطعمها في منتهى الروعه. في منها نوعين، نوع بقري اللي هي دي، واللي هي بتبقى صفرة. طبعا الصفار بتاعها مش فاقع يعني ما فيهاش لون، فبصوا عامله ازاي. طبعا وسمنه كمان اهي، السمنه دي كمان اللي هي الجاموسي اللي هي بتبقى بيضه زي اللي بنعملها وبنسيحها في البيت. طبعا انا من خلال، وطبعا في زبده منها، في زبده اللي هي البيضه اهي، زبده بيضه وزبده صفرا. عايزه اقول لكم ان انا خلال شغلي في المطبخ كنت طبعا بحوش القشطه واعملها سمنه، فكنت بجيب طبعا مع جنب القشطه اللي كنت بسيحها وبعملها سمنه بجيب زبده واسيحها واعملها زبده سواء بقري او جاموسي. كانت ما بتطلعش بنفس ريحه القشطه اللي انا كنت بسيحها، فكنت بتضايق قوي يعني ما كنتش بحبها. طبعا انا استعملتها وسيحتها زي ما انتم شايفين كده اهي، حطاها هنا في علبه اهي جميله جدا. عايزه اقول لكم من خلال الفيديو ان شاء الله هقول لكم ازاي تعرفي السمنه الجاموسي او البقري اذا كانت مغشوشه او اصليه. على فكره ريحتها حلوه قوي قوي قوي، يعني ريحتها زي ريحه السمنه اللي انت بتعمليها في البيت، فده اللي حببني فيها. غير اللي هي كمان مرمله، يعني شايفين. اوريكم برضو ازاي تعرفيها، وبعدين كمان اوريكم ملمسها وشكلها من خلال الفيديو. وان شاء الله لو عايزين فيديو طريقه تسييحها على طريقتي هنزله لكم ان شاء الله، تقولوا لي في التعليقات. بالنسبه بقى لوصفه الرز المعمر، يلا بينا بقى نشوف الطريقه، يلا معايا. طبعا عرفتوا الرز المعمر هعمره بايه؟ بالبيض. طبعا البيض غالي بس مش بغلاء اللحمه والفراخ، فعشان كده عمره ببيض. يعني في كل وجبه هحط بيضايه، بحط حبه ملح في الميه، ويا ريت لما تحطي الميه بتاعه البيض ما تمليش البيضه لاخرها، يعني ما تغطيش البيض، سيبي حته منها. وعايزه اقول لكم الاداه دي جميله جدا. لما باجي اسلق البيض فيها تدريجات على حسب درجة سلق البيض، بتطلع لك زي ما انتوا شايفين كده البيضة هنا نص سلقة، فهسيبها خالص لما تبقى لونها اصفر وكده البيض اتسلق من جوه بشكل كامل. طبعا على حسب انتي بتحبي البيض سلقه بيبقى عامل ازاي. وعلى فكرة بصوا هنا في بيضة متكسرة بس ما طلعتش اللي جواها، وده عشان البيض مش متغطي بالميه بشكل كامل. هنا شايفين لونها اصفر كده، تكون البيض خلاص. نبدا بقى بالنسبه للرز. طبعا رز مصري بغسله كويس جدا، وبعد كده بحط عليه معلقه ملح، معلقه صغيره ملح. وهنا خلي بالك مش مقدار الملح ده كله اللي هحطه على الرز، بحط كمان حبة رشة فلفل اسود، وبنقعه في المية حوالي نص ساعة. بالنسبة للبن اللي بحطه مع الرز المعمر، انا بوازن هنا بين اللبن والشوربة. يعني كيلو الرز بياخد لتر وربع لبن، انا بحط لتر الا ربع لبن ونص لتر شوربة، اي شوربه بتحبيها. بحط كمان معلقه صغيره ملح، رشه فلفل اسود، وكمان بحط سمنه. هنا سمنه بحط معلقتين سمنه. وعايزه اقول لكم زي ما قلت لكم قبل كده ازاي تعرفوها اصلي ولا مغشوشه. بالنسبه للسمنه البقري او الجاموسي، لما تاخدي حته كده في ايدك وتشوفي الملمسها تلاقيها عامله زي الفازلين كده، شايفين؟ بتبقى بالظبط زي الفازلين في ايديكي. لكن لو مغشوشه هتلاقيها مجلمطه كده. تاخدي سمنه من السمنه اللي هي المهدرجه وشوفي الملمس بتاعها في ايدك، مش هتلاقيها زي ملمس الفازلين خالص، فهتعرفي الفرق بينهم. واحط معلقتين سمنه واحط اللبن على النار يغلي، عايزاه سخن. وكمان البرامات بحطها في صاجه كده واحطها في الفرن تكون سخنه. ودي البرامات اللي هستخدمها، بتاخد كوبايه الا ربع رز وكوبايه لبن.
بحط معلقه سمنه، وهنا استخدمت السمنه البقري. وبحط البيض فيها، ادحرجه شويه فيها، ورشه ملح ورشه فلفل اسود، وابدا بقى ايه ادحرجهم مع بعض كده عشان البيض ياخد لون كده حلو وذهبي، عشان قبل ما احطه في الرز المعمر. ريحتها في منتهى الروعه. في حاجتين بيبان ريحة السمنة فيهم، البيض والرز. لو البيض والرز ريحة السمنة ما بانتش فيهم، يبقى السمنة نوعها مش حلو. بدحرج البيض بالشكل ده، وباخد السمنة اللي خلصت، اللي طلعت من البيض، بحطها على الرز بالشكل ده واقلبه كويس. ولو قدرتي تحطيها في الطاسة وتقلبي الرز لغاية ما ياخد كل رزاية من السمنة، يبقى احلى. هنا طلعت البرامات من الفرن وحطيت رق رز بالشكل ده. والبرام اللي بالحجم ده بياخد كوباية الا ربع رز وكوباية لبن مخلوط مع الشوربة. طبعا هنا بحط البيض زي ما انتم شايفين، البيضايه او بيضتين بس، طبعا عشان البيض غالي بتحطي بيضه واحده. بيبقى بصراحه طعمه في منتهى الروعه مع الرز المعمر. بحط كمان بقى، بغطيه برز زي ما انتم شايفين، وطبعا ما تمليش الرز على الاخر عشان الرز بينفش. وابدا اغطيه باللبن، لازم اللبن يتغطى الرز حوالي نص سنتي كده. طبعا تكون مولعه الفرن على درجه حراره 200، واحطه في الفرن لغايه ما وشه يتحمر زي ما انتم شايفين. اول ما تحطيه في الفرن يكون درجه الحراره عاليه، واول ما يتشرب الرز ببدا اوطي عليه واسيبه يعني درجه حراره متوسطه لغايه ما وشه يحمر بالشكل ده. بيكون طعمه في منتهى الروعه، وريحته بتكون احلى لو كمان السمنه تكون نوع كويس. وبيكون جميل جدا لما بتعمليه في عزومة، في كمان رمضان كمان أيام. كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم، ويتعاد عليكم بالخير واليمن والبركات. الرز المعمر بالبيض، ممكن تعمليه باللحمة طبعا، بس تسوي اللحمة الأول، تسويها نص سوا وتطلعيها وتشوحيها كده بملح وفلفل، وزي طريقة البيض بالظبط. وكمان لو هتعمليه بفراخ، مع ان الفراخ غالية، بس لو هتعمليه بفراخ نفس الطريقة برضو، تسلقيها وتحمريها وتدسيها في الرز. وممكن تعمليها كمان بالكبد بتاعة الفراخ، بتكون روعة. طبعا الرز المعمر عملناه وكان في منتهى الروعه. الريحه ما وصفهاش، لو في حاجه اوصلها لكم بيها كنت وصلتها. جميل جدا وريحته في منتهى الروعه. طبعا معمر بالبيض. طبعا البيض غالي، بس طبعا مش اغلى من اللحمه، فاعمليه بالبيض كمان جميل جدا، ويبقى وصفه كامله. طبعا عايزه اوريكم طبعا هنا بالنسبه للرز المعمر مفلفل ازاي، شايفين؟ عايزه اوريكم الفلفله بتاعته اهي، الرزايه، الطعم في منتهى الروعه. بالبيض خطير 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 بصراحه، طعمه في منتهى الروعه. يا ريت تقولوا لي في التعليقات على نوع السمنه اللي بتستخدموه، واستخدمتوا سمنه الجزيره او زبده الجزيره ولا لا. كمان عايزه اقول لكم في مفاجآت وكمان خصومات للي هيخش من الصفحه يطلب سمنه الجزيره. هحط لكم الروابط كلها في التعليقات اللي عايز السمنه نفسها. ان شاء الله تعجبكم ويعجبكم رايي فيها. انا ان شاء الله الوصفات الجايه ان شاء الله هكون عاملاها بيها. عشان كده انا خدت رايكم، والف الف شكر ليكم. كانت معاكم مها القناوي، مع السلامه.